شوف هذا المقطع قبل ما تنعس من القلب. أي واحد كيعاني في هذه الأيام هذا المقطع عليك. وخا الحياة صعيبة وقاسحة عديمة الشفقة، كل مرة كتضربنا ضربة كتخلينا غير مصدومين. كل واحد فينا عنده مشاكل وهموم، واللي ما عندوش مشاكل كبيرة عنده مشاكل صغيرة. حيت كتبقى هذه هي الحياة، عمرها تعيشك غير الفرحة، ضروري تعيش حتى الحزن والألم والمعاناة. ولكن مع مرور الوقت وأنا متأكدة غادي تولي عندك مناعة، وغتبقى تقاوم الألم والمعاناة وخا يكونوا صعابين. حيت في الأول ما كنكونوش مولفين داك المشاعر المؤلمة، ومن بعد كنتعودوا على الألم اللي هو خيط من نسيج الحياة. أكبر سلاح عندنا كاملين اللي هو ضد الهموم الحياة والمشاكل هو الصبر والتفاؤل واليقين القوي بالله سبحانه وتعالى. هو الصبر اللي بحاله بحال الصيام، فاش كنصومو كنكونوا متأكدين باللي غايجي المغرب وغادي نفطروا، وهكا حتى الصبر خاصك تصبر وانت متأكد باللي الفرج قريب. خاصك تخلق السعادة ديالك بوحدك بعالمك الخاص، دير داكشي اللي انت مرتاح فيه واللي كتبغيه، ما عمرك تربط السعادة ديالك بشي شخص، حيت غتعيش حياتك كلها معذب الا كان هذاك الشخص معاك انت فرحان وراشقه لك، ونهار يخليك غادي يدي معاه سعادتك وغتبقى عايش في التعاسه والحزن، غتبقى السعاده ديالك مربوطه به. داكشي علاش خلق السعاده ديالك مع راسك، بغي راسك، قدر راسك، تهلا في راسك، حيت ما يمكنش شي واحد يستاهل دير هادشي على قبله من غير رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وصبر شوية، اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. الفرج قريب بإذن الله. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم. الله يفرجها عليكم، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.